السلام عليكم. أنا محمد جميل، بقدم لكم طب بجد مش هبد. كتير من الأزواج بيعتقدوا إن رحلة الحقن المجهري بتنتهي عند أول اختبار حمل إيجابي. الحقيقة هي دي البداية مش النهاية. البداية في رحلة طويلة جدا فيها محطات كتير قوي. بتاخد استراحة عند محطة حضن الأم، وبعد كده بتبدأ تؤتي ثمارها عند أول خطوة بيمشيها وأول كلمة بيتكلمها. الرحلة دي إحنا كمتخصصين في الحقن المجهري ما نقدرش نطلعها لوحدنا، لازم يكون فيها صحبة. حبيت أقدم لحضراتكم النهاردة رفيق في الرحلة بتاعتنا. ضيف النهاردة وأول رفيق بقدمه لحضراتكم في رحلتنا الطويلة ديت هو الحقيقة شخصية استثنائية، أمين اتحاد طلبة كلية الطب، نقابي بارز جدا وله دور كبير في النقابة قبل كده، دكتور شاطر جدا، ومؤخرا محاضر دولي على أعلى مستوى. ضيف النهاردة الدكتور سامح عبد العظيم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، ورئيس قسم الأطفال في مستشفى رويال NMC أبو ظبي. وقبل ده كله هو صديق عزيز جدا، رفيق كفاح من أيام الدراسة وفي انتخابات النقابة، وصديق شخصي بينا تشابه كتير في حاجات كتير قوي، بس هو الحقيقة أفضل مني في كل حاجة يعني. دكتور سامح، شرفتنا النهاردة. اهلا بيك يا دكتور محمد. شرفنا بيك، وعارفين ان انت وقتك ضيق وعطلناك النهاردة. الشرف ليا ان انا اكون موجود معاك النهارده، اكيد انت عارف. ربنا يبارك فيك، تسلم.